محل فتح جديد في الشارع، حاجه كده مش مصدقها. يا رب يطلع الكلام ده حقيقي. اروح اعدي من هناك، ايه ده؟ مش مصدق. ايه يا ابني ده الحلاوه دي؟ محل عصير قصب. لا مستحيل مستحيل. السلام عليكم. النهارده يوم الجمعه، واخيرا انا خدت يوم جمعه اجازه. السنه دي الحمد لله الجدول بتاعي بيخليني اخد يوم الجمعه اجازه، فيبقى عندي 3 ايام في الويك اند، فدي حاجه عظيمه جدا. بقدر اروح اصلي دلوقتي، ومعظم الناس عارفين ان انا يوم الجمعه من اللي كان السبب لازم اروح اكل منسف. انا بحب المنسف قوي، خصوصا لو الجميد كركي، وهي زي ما تقول كده ادمان. يعني انا ممكن اسافر عشان اروح اكل منسف، وده اللي هيحصل النهارده. انا رايح مدينه تانية اسمها سان برونو، دي قريبه من سان فرانسيسكو بس مش قريبه قوي. فيها مطاعم هناك عربيه، فيها نسبه عرب كبيره قوي، من اكتر المدن اللي انا بحبها وقريبه لقلبي. ففي مطعم منسف هناك تقريبا كل اسبوع او اسبوعين بعد صلاه الجمعه لازم اروح هناك اكل منسف. بالمناسبه المبنى الجميل اللي ورايا ده اسمه سيتي هول سان فرانسيسكو، ده في منطقه وسط البلد في سان فرانسيسكو. القبه اللي فيه دي من اكبر القبب اللي موجوده في العالم، يمكن اكتر حتى من القبه بتاعه الكابيتال واشنطن دي سي. فهي عظيمه جدا. المبنى ده كان اصلا مبنى الحكومه هنا، لكن حصلت شويه مشاكل فيه، زي مثلا كان في العمده بتاع المدينه، وكان اول عمده اعتقد مثل الجنس، ف طخ واحده بين عينيه هنا في مره. ودلوقتي هم بيستخدموه عشان الافراح، فهتلاقي ناس كتير قوي حواليا بيتصوروا عشان افراحهم، وبيخشوا جوه يعملوا عقد القران ويعملوا الحفلات بتاعتهم. المهم انا هاخد دلوقتي البارت وهروح لغايه سان برونو وهاكل منسف هناك. فقلت اوريكم المنطقه، هوريكم هنا منطقه حوالين البارت، وكمان لما نروح سان برونو. خليكم معايا. اللي عايشين في سان فرانسيسكو ده يعتبر ميدان العتبه بتاعهم. وادي ابراهيم باشا اهو، الراجل يعني على الحصان. جو ما تفهمش اذا كان حر ولا برد ولا مش مفهوم. سايمون بوليفار مين ده؟ الله اعلم، نقرا عنه. من الحاجات الحلوه هنا في المنطقه دي ان في ناس كتير قوي بتيجي هنا تلعب رياضه، وفي نفس الوقت ده المكان اللي بيحصل فيه ممكن نقول المظاهرات اللي بتكون بتناصر القضيه. فيها اماكن لعب التنس الطاوله او البينج بونج، وده الشطرنج. الناس هنا بتيجي تلعب شطرنج عادي جدا في الشارع. بيحصل حاجات زي دوريات هنا، دوري يعني. اللعبه دي اللي انا مش فاهمها لغايه النهارده، نفسي افهمها بس مش عارف. مفيش حد هيسرق ده يعني حد هياخد عسكري يعمل بيه. ودي المنطقه اللي زي الجيم، دي برضو من ضمن اللعب هنا اللي عامله زي البيلي. سكيتنج بورد هنا حاجه مهمه جدا، تعتبر وسيله مواصلات زي فيلم باك تو ذا فيوتشر كده. فهتلاقي في شباب كل يوم بيقعدوا يلعبوا زي الشباب اللي هناك دول. كمان الجو لسه ما فيهوش مطر، فالوضع تمام يعني. ماشي يا عم، طلع مجرم. اوريكم حاجه من ضمن الحاجات الغريبه هنا. اوعى. اول ما جيت هنا البلد وشفت المنظر ده، اول واحد جه في بالي الفنان القدير سياده اللواء محمد ثروت، عشان هو كان بيغني لطيور النورس يلي مقابلني. يا طيور النورس يلي مقابلني. فحضرتك دول طيور النورس اللي سياده اللواء كان بيغني لهم. فاهم انت؟ الناس هنا بتاكل طيور النورس. هيجي في مخ واحد اكيد يقول لك هو طيور النورس دي حلال؟ واحد ممكن يفشهم وياكلهم؟ لا يا حبيبي، دول مش حلال، عشان طيور النورس دي طيور جارحه فما بيتاكلوش. عارف انا الدماغ دي اللي هو هنعمل في ايه في الطيور دي كلها؟ ناكلها؟ لا يا حبيبي، ما بتتاكلش. بالمناسبه الحمام ده كمان ما بيتاكلش. الحمام هنا، ودي من الحاجات الغريبه، لان انا واحد اكيل حمام. الحمام هنا بيسموه الفئران الطايره، لان هو بياكل اي حاجه. يعني ده حمام عامل زي المعيز الجلاله كده، ما بتتاكلش. انا هنا في شارع ماركت اهو، وعربيه البوليس هناك. طبعا عربيه البوليس بالنسبه لي اول ما شفتها، اول ما جيت امريكا، هو اول حاجه جت في بالي GTA او موست وانتد. عارف ان نيد فور سبيد موست وانتد كانت انا حضرتك، انا كنت بجري وراك منكم زمان. رجعت تاني للمترو. انا عايش هنا في سيفيك سنتر،
فالمفروض ان انا هاخد الخط الاحمر او الخط الاصفر وسان برونو هنا. فهي مسافه بعيده على فكره، مش بس دي تعتبر زي مدينه تانية، لان هنا عندك دالي سيتي او مانيلا، ليتل مانيلا، ودي سان فرانسيسكو، ودي كلها اسمها الباي اريا. دي اوكلاند اللي دايما الناس بيقولوا ان هي خطر، ودي الايست باي وباركلي ودبلن. في مكان حلو قوي في دبلن. سان خوسيه ده مكان حلو قوي برضو. حابب اخدكم في مره لسان خوسيه، لكن النهارده هنروح سان برونو وهوريكم ازاي سان برونو مختلفه تماما عن سيفيك سنتر. في فرق كبير قوي بين الاثنين. هناخد البارت النهارده، وزي ما قلت الخطوط كلها شغاله او الكروت كلها شغاله بالتليفون. دخلنا هننزل تحت عشان نروح للبارت. القطر ده ملوش دعوه، ده حاجه تانية، ده اللي جوه سان فرانسيسكو بس، يعني ده جوه المدينه بس. ده القطر ده بيروح دالي سيتي او بيسموها هنا ليتل مانيلا. القطر ده انت ممكن تاخد فيه الكلب بتاعك، ممكن تاخد فيه العجله بتاعتك، مش مشكله يعني. اعتقد ان ده الاصفر، هو ده الاصفر اللي هيروح لحد سان برونو، وبرضه بيروح لغايه المطار. Now boarding at Civic Center, UN Plaza. This is a yellow line train to San Francisco. هنروح The لغايه doors are سان برونو. closing. Please stand clear of the doors. بتحط العجله بتاعتك برضه. انا وصلت سان برونو دلوقتي، والحلوه بقى الحلوه عن سان برونو ان انت بتحسسك ان انت فعلا في امريكا. المنطقه هاديه، كلها بيوت، ما فيهاش المشاكل بتاعت سان فرانسيسكو زي مثلا المشردين اللي في كل حته وريحه المخدرات اللي في كل مكان، اللي بالمناسبه طبعا المخدرات هنا قانونيه. فانا بحب سان برونو قوي قوي. هي مش لوحدها، بس هي اكتر مكان بحبه عشان فيه عرب، بحس ان انا لسه في البيت، وطبعا عشان المنسف. بس بجد هي من احسن المناطق اللي انا بحبها هنا، وهوريكم ليه دلوقتي. هوريكم شكل البيوت، شكل المطاعم، الحياه الموجوده هنا في سان برونو هاديه جدا وجميله جدا. دي اول حاجه هتشوفها اول ما تخرج من المترو او القطر بتاع سان برونو. السما جميله جدا، الجبال اللي هناك دي عظيمه قوي. هيجي واحد يقول لي ايه ده، دول فلاحين؟ اقول لك ايوه، دول سندوه بتوع سان فرانسيسكو. طبعا الطياره اللي احنا شفناها دي عشان مطار سان فرانسيسكو في الاتجاه اللي هناك ده، تقريبا محطتين من هنا. انا بحب سان برونو جدا جدا جدا، اول ما باجي هنا برتاح. السما شكلها عظيم قوي. في حاجه وحشه بس وحيده ممكن تكون بتضايق الناس في سان برونو، وهي ان هي قريبه قوي من مطار سان فرانسيسكو، وعشان كده صوت الطيارات قوي جدا وقريب جدا. اعتقد لو حد شغال من البيت هتبقى دي حاجه مزعجه جدا، خصوصا لان ده حصل لي قبل كده. كنت عايش في بلد في الخليج، وكنت ساكن جنب المطار، وبعدين كان ساعتها كوفيد، فكان لازم نشتغل من البيت. فانت متخيل ان انت قاعد بتدي درس وكل شويه طياره تعدي. فالطيارات دي كانت عامله لي ازمه بصراحه، خصوصا برضه ان انا كان لازم اسجل فيديوهات للطلاب بتوعي، اشرح لهم الدرس واشرح لهم هنعمل ايه. فكان دي مشكله كبيره قوي، بس تهون. انا مش مشكله، انا بحب سان برونو. ده محل خضار، الاسعار مش زي كوسكو لكن يعني كويسه. اخيرا شفت مانجا كبيره. بصوا عامه احلى مانجا في العالم هي المانجا المصريه، فما اقدرش اتكلم عن اي مانجا تانية. من ضمن الحاجات برضو اللي انا بحبها فكره ان انت عندك البنى كله دورين او 3 ادوار بس، انت مش هتطلع اكتر من كده. يعني توسع هنا بالعرض. ليه نعمل مبنى 5 ادوار؟ ليه نعمل مبنى 4 ادوار وكل دور فيه شقتين 3 شقق؟ ضغط كبير قوي على الشارع، على الخدمات، على كل حاجه. وتخيل كل اسره منهم او كل بيت فيهم في عربيه، فانت بتتكلم في زحمه مهوله. نتوسع بالعرض يا جدعان. مصر كبيره، 1,000,000 كيلومتر على ما اتذكر يعني، ف1,000,000 كيلومتر مربع يا باشا. خش بالعرض، ما تقعدش بقى في الدلتا وبتاع. عندك مناطق كتير قوي ممكن تعيش فيها.
انت بس وصل شوارع وخلي الناس تروح، ابني مدارس بعيده، يعني ابني مدارس الناس هتروح، ابني مدارس كتير. انا شايف دي هتبقى حاجه مهمه جدا. هوريكم البيوت هنا شكلها عامل ازاي. طيب دلوقتي احنا في نص سان برونو، مدينه هاديه جدا، انا بحبها عشان كده، بعيد بقى عن الزحمه. انا واحد اصلا من القاهره ومن شبرا، بس انا بحب شبرا جدا طبعا، بس الفكره في الزحمه يا جدعان. وبعدين المناطق اللي انا او البلاد اللي انا عشت فيها دايما كنت بعيش في المناطق الزحمه. يعني مثلا تلاقيني عايش في هونج كونج لما كنت في الصين، مكسيكو سيتي، جوانزو تشاينا، هوتشي من سيتي فيتنام. والحلو هنا ان مفيش المركزيه بتاعت بعض الدول العربيه اللي هو فوق كل الخدمات وكل الحاجات الكويسه والمولات والاماكن اللي زي كده بس في العاصمه. لا، هنا كل مكان فيه، فمش بس في العواصم، لا في المدن، في اي مدينه. ده مطعم حلال هندي اهو، تلاقي مكتوب عليه حلال، فده كويس. انا بحب الاكل الهندي جدا، باتر تشيكن من الحاجات اللي انا بعشقها، والعيش بتاعهم اللي شبه الفطير بتاعنا ده عظيم قوي. هنا بص هتلاقي محلات كتير قوي مكتوب عليها حلال زي المحل ده. طيب ده المحل اللي فيه المنسف اسمه ليتوس، عندهم فلافل وشاورما، والمحل مكتوب عليه حلال. انا بس هتمشى شويه وارجع اكل تاني. بس بص هتلاقيه كله فيه او ناس من كازاخستان واوزبكستان وحاجات زي كده. في هنود كمان اهو، تلاقي في مطاعم صينيه ومطاعم كوريه، بس المحلات مفيش حد فارش بره. مفيش واحد مثلا يقول لك انا مقلة لب تلاقيها مثلا حاطه الحاجه بتاعتها بره. بص ده جميل قوي، حلو قوي. ده مطعم، ده محل موبيليا. يا لهوي على ايه الجمال ده، دي عربات مش حقيقيه طبعا. في محل فتح جديد في الشارع، حاجه كده مش مصدقها، يا رب يطلع الكلام ده حقيقي. اروح اعدي من هناك، ايه ده مش مصدق، ايه يا ابني ده الحلاوه دي، محل عصير قصب. لا مستحيل مستحيل، انا مش مصدق. في سبب مخليني بحب البلد دي او مدينه سان برونو، منسف وعصير قصب. انا مش مصدق، عصير قصب بجد، ده عصير قصب بجد، عصير قصب. هو انا شامم الريحه. انت محل عصير قصب بالمنظر ده، يا نهار ابيض، $8 الصغيره والكبيره ب10. وفي ايه ده، يا نهار ابيض، في جيركن ب $55. احنا هنصدر لهم عصير قصب هنا. انا هاخد لارج. كوبايتين عصير قصب كبير عاملين $21. ثانك يو سو ماتش. عصير قصب، دول عصير قصب بتاع امريكا عامل ازاي؟ حلو قوي، حلو قوي قوي. تعال نقارن ما بين ده وبين اللي في مصر. اعتقد ده طعمه شوجر كين اكتر، او طعمه عصير قصب اكتر. اللي في مصر تحس ان بيبقى عليه ميه كتير، ووتري شويه، ده كريمي شويه، مسكر وغامق. يعني بص غامق ازاي. بتاع مصر حلو قوي، بس تحس ان هو فيه ميه كتير او متضاف له ميه كتير. بعد لازم يعمل فيديو يسميه 100 سبب عشان تعيش في سان برونو. يا لهوي بقى، ايه ده، عصير قصب مشروب يوم الجمعه. هو فعلا مشروب يوم الجمعه، واحد بيصلي خلص صلاه ونديه عصير قصب. يا ادمان. هنرجع تاني نتمشى في سان برونو. من الحاجات الحلوه اللي بتحصل في المدينه هنا، معظم الناس عارفين بعض، وان في الشارع ده يوم السبت، اعتقد ممكن السبت بكره، ممكن مش متاكد، بيحصل زي فود فيستيفال او مهرجان للاكل. كل الاهالي اللي موجودين هنا بيتجمعوا وبيطبخوا اكلهم المفضل. دول طلاب راجعين من المدرسه وبيطبخوا اكلهم المفضل ويبيعوه هنا، ودي الحاجه الحلوه. طبعا دول طلاب راجعين من المدرسه، ده اتوبيس عادي مش اتوبيس مدرسه، ودول راجعين من مدارسهم، واعتقد ان هي مدرسه حكوميه لان هم شكلهم طلاب حكوميين. زي ما قلت قبل كده ان البيوت كلها صغيره، معظم البيوت دور او دورين بس. هناك ده 3 ادوار الابيض. وانا ماشي كده لقيت بيت عجبني جدا، لونه وشكله عامل زي البيوت بتاعت عالم سمسم. عم جرجس انا بالنسبه لي كان مخيف قوي عالم سمسم ده. انا اكبر من عالم سمسم، بس كان غصب عني بيعدي عليا. بص اللون ده، بص اهو جميل اهو ده بيت
ده بيت اهو. ايه المشكله؟ ليه بقى؟ ليه اهو مدينه جميله اهي، راجل بيبيع مانجا ومكسيكي، وده بيت تاني اهو صغنون. ايه بقى؟ ليه عماير طويله؟ ليه نعمل دور ال 12؟ جميل اهو لونه وشكله، ناس قاعده قوي في البتاع. بص اهو، على اكتر من كده ايه؟ باك يارد جميله، بيوت صغنطوطه لذيذه، لونه عظيم قوي. خدت بالك سان برونو مختلفه تماما عن سان فرانسيسكو، عشان مفيش مشردين، مفيش زباله في الشارع، منطقه هاديه، مفيش ريحه المخدرات اللي موجوده في كل حته، اللي هي طبعا قانونيه. بص زي ما قلت لك هتلاقي حلوه باربيكيو، محل حلال، ده سوبر ماركت وملحمه. طيب انا دخلت مطعم محل عربي ولقيت لوبيا ام نقطه سوداء. يا لهوي حلوه دي، هشتري دي. ولقيت كمان فاصوليا بيضه وحمص. هو ده الفريك؟ معرفش. ايه المفتول ده؟ حد يعرفني يا جدعان ايه المفتول ده؟ شكله حلو، شكله حلو قوي المفتول ده، بس مش عارف ايه هو. ورق عنب عظيمه. لا اخيرا العسل بقى. انا بنصح الواحد ياخد من ده كل يوم، بس عايز اعرف بكام الاول. لب اهو، اللب اهو، ده لب سوري، مع احترام لاخواننا السوريين بس انا ما بحبوش. بيستاشيو اللي مجنن الناس في مصر. كنافه حلاوه، يا نهار ابيض. بقوليات، هو اسمه بقوليات، هو ترمس، ده ترمس والله وجليت يا ترمس. دبس طبعا، اخواتنا الشوام اهلنا في سوريا وفي لبنان يحبوا الدبس قوي. والله صعب عليا الراجل السوري اللي نزل مصر وشاف عصير قصب في مصر فقرر يعمل دبس منه، وطلع في الاخر عمل عسل اسود. الراجل صعب عليا جدا. الحاجات الحلوه بقى اللي هنا كوارع يا باشا اهي، وعكاوي، كوارع وعكاوي، اللهم صل على النبي، كوارع وعكاوي، عظيم. بن العميد يا اخوانا وصل امريكا، بن العميد احد. انا ممكن اعيط لو لقيت دلوقتي شاي العروسه، انا ممكن انهار. بس مفيش شاي العروسه، مفيش شاي العروسه. المكان اسمه ملحمه وبقالة بيسان هنا في سان برونو، عظيم. ده برضو من احد المطاعم الفلبينيه اللي موجوده هنا، وهو مطعم لذيذ قوي بس فيه بورك كتير، بس لو هتاكل فيه يعني ممكن تاكل السي فود بتاعهم. الاسيويين او الفلبينيين بالتحديد السي فود بتاعهم عظيم قوي. برضو من الحاجات الحلوه ان انت ممكن تلاقي حمام سباحه لتعليم السباحه هنا. ده مش هتلاقيه في سان فرانسيسكو، لان نتيجه الزلزال اللي حصل اللي راعبهم ده مخليهم خايفين يعملوا او يبنوا حمام سباحه في اي مبنى او حتى في الشوارع، فعشان كده قليل قوي لما تلاقي حمامات سباحه في سان فرانسيسكو. لكن هنا في سان برونو عادي جدا، زي ما انت شايف المكان هادي والحياه بسيطه وهاديه، بعيد عن القرف بتاع المدن المزدحمه. ده مثلا محل فيتنامي، مطعم فيتنامي. انا بحب برضو الاكل الفيتنامي قوي، خصوصا الشاي اللي بالجنزبيل بتاعهم بيبقى عظيم قوي. الواحد مش عارف اذا كان الجو حر ولا برد، الشمس قويه شويه لكن الرياح شديده وساعه، الدنيا برد وحر في نفس الوقت. مش فاهم، بس انا مستمتع، الجو عظيم يعني. انا بحب سان برونو. طب انا ما بحبش اعمل الحركه دي ان انا اصور الاكل بتاعي، بس قلت اعرف الناس ايه هو المنسف. الناس اللي ما تعرفوش، ده لحم ضاني مطبوخ في حاجه زي ده، وده اسمه جميد، وده زي لبن رهيب، فاللي بيخلي اللحمه طعمها حلو جدا، وفي عليها مكسرات زي ما انت شايف،
وطبعا مع الرز وفي خبز تحت او عيش. ريحه اللحمه بتبقى مختلفه وطعمها حلو قوي، واللحمه بتبقى بتدوب في بقك قوي يعني. فنقول بسم الله بقى. كلت المنسف. بص لو حسيت ان انا مش عارف انا بقول ايه وعينيا ابتدت تقفل شويه، فده مش مخدرات، ده منسف. اكله دسمه قوي وتقيله جدا. انا لازم امشي مثلا، اعتقد محتاج ان انا امشي حوالي 100 كيلو عشان اهضم المنسف او اعرف حتى اتنفس. وبعدين انا مش عارف ليه كل ما باكل المنسف بحس ان انا عايز اخرج من المطعم عامل زي استاذ نبيل الحلفاوي في الطريق الالات لما قعد يخرم صوابع العسليه. تحس ان عايز تخرج تعمل كده. فالمنسف اصلا كان اتعمل، يقال ان عشان في الديانه اليهوديه ممنوع خلط اللحمه باللبن او بالحليب، فعشان كده الاخوه الفلسطينيين والاردنيين عملوا الحركه دي، طبخوا اللحمه في اللبن اللي هو عندي يعني، وطلعوا الاختراع ده منسف. وهي حاجه قويه جدا جدا. وبعدين ما تفهمش ليه الناس بتاخد مخدرات لما ممكن تاخد منسف، يعني هيعمل نفس التاثير والله. يعني انا دلوقتي حاليا ماشي، انا مفيش دم واصل لجمجمه، ماشي كده. الله تحيه لاخواتنا في الاردن وفلسطين بسبب الموضوع ده. يا جدعان اختراع عظيم. انا حاسس ان وشي تخن اصلا بعد ما باكل المنسف. بص اعراض المنسف ابتدت تظهر، نشفان ريق، مخدرات. المنسف مخدرات، ما تفهمش، مخدرات بس عظيم عظيم. فزي اقول لك منه لله اللي عرفني عليه. كنت بني ادم طبيعي والله قبل المنسف. اول مره اكلت منسف كان في 2012، كنت في تبوك في السعوديه. دي كانت اول بلد اروحها. جماعه اصحابي اردنيين، ناس عسل جدا ودمهم زي العسل. والاردني شخصيه زي العسل، ناس تحب تضحك، بس هم صعايده، يعني هم صعايده جدا. هم شبه الصعايده عندنا في مصر، راجل طيب وراجل جدع وراجل دمه خفيف، بس بيغضب بسرعه. انا سافرت شويه بلاد عربيه يعني. الاردن كانت من البلاد العزيزه قوي على قلبي. العراق برضو احكي عنها. العراق من البلاد الجميله انا رحتها، اهل كرم، بيحبوا المصريين جدا. يعني كانوا بيوقفوني في كل كمين في بغداد، مش عشان معايا حاجه او مشتبه فيه او اي نيله، لا هم كانوا ازيك وازاي ابو تريكه وعادل امام. الموضوع ده عندهم مهم قوي. يا المصري كده، هم في العراق كده. فاتعلمت حاجه في العراق كمان، جنسيتين من العرب ما اعتقدش ان احنا ممكن نتخانق معاهم او اي حد يتخانق معاهم. في مصر لما بتيجي تتخانق مع حد بتنزل، مثلا واحد خبط عربيتك، هتنزل هتزعق، صوتك هيعلى، هو صوته يعلى، بعديها يبتدي فتره السباب اللي هو هيشتمك، بعدين هو انت تشتمه، بعدين تخش في شتيمه الاب، بعدين شتيمه الام، بعدين والعياذ بالله سب الملل، بعدين فين وفين لو ما حدش حجز ما بينكم هتضربوا في بعض، تمسكوا في بعض يعني. وحتى الضرب في مصر ما بيكونش بغشم، اللي هو قلم تطلع له تيشيرت، تطلع له قميص، تف في وشه، حاجه زي كده. لكن اتعلمت حاجتين، العراقيين والجزائريين دول بيتخانقوا بيضربوا على طول، ما فيش المراحل دي، يعني المراحل بتاعت احنا هنعمل ايه، لا مش موجوده. هو هينزل هيفلق دماغك نصين، فما حدش يتخانق لا مع عراقيين ولا مع جزائريين. الناس دي ما عندهمش، مش لسه هيسبك يعني. ليه ناخد ذنوب صغيره؟ ما احنا نخش في الكباير على طول، احنا نخش نقتل على طول احسن. فالعراقيين والجزائريين ما لا تحاشوهم. تخانق مع اللبناني لذيذ، سعودي بالعجال هيدي لك، لكن عراقي وجزائري لا 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 لا، الناس دي ما تتخانقوش معاهم، محدش ربنا ما يجيبش مشاكل يعني من معاشرتي ليهم. هم ناس زي العسل وبيحبوا المصريين جدا. حتى والله الجزائريين اخواتنا وحبايبنا بيحبوا المصريين جدا. دلوقتي لازم اتمشى شويه عشان اهضم المنسف عشان اقدر اروح البيت. برضه الاسم غريب، منسف، متفجرات، انت بتاكل متفجرات وهي بتنزل فعلا تضيع الدنيا. يا اخوانا لا للمخدرات ولا للمنسف، ابوس ايديكم، عشان انا ماشي عامل زي شبه حرف دي كابيتال دلوقتي.
فرج الله، يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا يا معلمه، الديناصورات وصل. دلوقتي اوريكم شويه بيوت بقى في سان برونو. بص البيت ده او البيت اللي جنبه ده، انا احب قوي البيوت الصغيره دي بيوت اعتقد بيسموها من العصر الفيكتوري او حاجه زي كده عشان شكلها. بيت صغنطوط، شقه واحده. انا رايح اتمشى دلوقتي في الحديقه اللي هناك دي. بص ده برضو لذيذ جدا، شارع نظيفه هاديه. وده اللي انا بتكلم فيه، ان احنا ليه محتاجين عماير كبيره لما ممكن بيوت زي كده صغيره بس بعيد شويه. ومش بعيد، بص ده عامل ازاي. اهو ده بيت بيجددوه. عظيم قوي ده. وده شقه يعني ده لمجموعه لاسره واحده. بص ده البيت ده مثلا ممكن يكون ثمنه حوالي $1,000,000. ده برضه البيوت اللي عجبتني قوي هنا، رايق قوي وهادي جدا. ده اللي انا عايز اعمله. كنت عايش زمان في الفلبين في بلد اسمها كلارك. كلارك دي في حته اسمها بامبانجا. دي كانت قاعده امريكيه قديمه، فالمنطقه دي بتفكرني جدا بيها. كلارك بامبانجا من احلى المناطق اللي انا عشت فيها في حياتي. دي كنيسه، بس انا مش عارف اذا كانت كنيسه بروتستانت ولا كاثوليك. كان في كنايس كتير قوي في سان فرانسيسكو، لان انا زي ما قلت قبل كده في فيديو من الفيديوهات ان سان فرانسيسكو اتسمت على اسم الراهب الايطالي اللي الاسبان جم هنا في حمله تبشيريه. لكن مع الوقت عدد منتمين للديانه المسيحيه قالوا كتير جدا في سان فرانسيسكو وفي كاليفورنيا بشكل عام. فبقى في كتير قوي من الكنايس بتتباع وتتعمل بيوت. دي اعتقد لسه كنيسه، لكن مثلا في كنيسه جنب البيت عندي، وكنيسه كبيره جدا اتحولت لقاعه افراح. حتى لما كنت عايش برضو في المكسيك، في كنيسه جنب البيت عندي، وللاسف اتحولت لنايت كلاب. فانت يعني انت متخيل، بس هتعمل ايه؟ الموضوع مش في ايدك. هما برضو الناس مش متمسكين بالدين قوي. فمثلا اخواتنا المسيحيين اللي في الشرق الاوسط اللي بيكونوا معتقدين ان الناس هنا مسيحيين زيهم ومتدينين، لا هم مش كده خالص. الناس هنا منفتحين قوي، وفي بعض الولايات الدين لسه فيها موجود بشكل عام. وانا هنا بتكلم عن الدين بشكل عام، مش بتكلم على ديانه معينه، بتكلم عن الدين بشكل عام. في بعض الولايات الدين لسه موجود فيها، في بعض الولايات تحس ان هم ضد الدين والعياذ بالله بشكل عام. ده بيت تاني اهو، البيوت اللذيذه قوي. الدنيا هاديه جدا، شجر في الباك يارد او دي فرونت يارد اعتقد. اهل هناك ده ملعب للاطفال. سان برونو عظيمه، من احلى المدن اللي انا بحبها. دلوقتي انا بتمشى في الحديقه دي او الجنينه دي، لذيذ قوي. دي عشان نشرحها، كولدير ميه بس مش على روح حد، بس بص خشب، معمول خشب، شكله حلو قوي. ده ملعب بيسبول، ودي لعبه انا ما بفهمهاش وما اعتقدش انا هفهمها. الحلو هنا ان انت جوه الجنينه خلاص. يعني معظم الجناين العامه اللي انا دخلتها سواء هنا في امريكا او في الصين او في اي بلد من البلاد اللي انا زرتها، تبص انت على الشارع اهو، الجنينه اهي، مفيش سور، مفيش بواب، ناس ماشيه عادي بس قاعدين في حالهم، ما بيضايقوش حد، ماشيين في كلب وحش ماشي معاهم اسد اهو، مفيش عيال بترقص على اغاني شعبي وتعمل لك فيها فنانين يقعدوا يرقصوا رقص غريب كده لك بيعقبوا، مفيش الكلام ده. من ضمن الحاجات الغريبه اللي انا اكتشفتها هنا في الشجر بتاع امريكا او بتاع كاليفورنيا ان في كتير قوي شجر جميز. وانا عارف ان في ناس كتير قوي ما تعرفش ايه الجميز ده في مصر، بس انا اعتقد ان مصر زمان كانت فيها شجر جميز مهول. الحاج بص
راجل عنده حاجه 60 سنه بيجري. طب حلوه دي. انا احب العيال اللي بيقعدوا يلعبوا زي كده، ما بحبش اللي يقعدوا على التليفون. اماكن ايه، ده مكان شاوي اهو، يعني ده مكان شاوي. سيبك ان انا مش هستخدمه لان اكيد هو كان فيه خنزير، بس انت متخيل ان مثلا انت بيتك بيت من البيوت دي، وبعدين جبت اصحابك مثلا، والقعده دي عظيمه جدا، تقعدوا هنا مثلا في الصيف انت وجيرانك واصحابك، شويه خشب شويه فحم، موضوع مريح نفسيا. طبعا ده هتلاقي مثلا واحد من الناس اللي هنا يقول له يا ابني ده انا كنت بقعد اذاكر تحت عمود النور. ايوه، ما انت بتذاكر تحت عمود النور هنا يا باشا، انت لو ما طلعتش عالم ذره يبقى عندك خلل في مخك. في فرق بين الواحد يذاكر تحت عمود النور هنا واللي يذاكر تحت عمود النور في متنامه مثلا. هنا ساقف قليلا. سبحان الله، بص جذع الشجره قد ايه، الشجره قد ايه، يعني شجره عظيمه جدا، كبيره قوي قوي. دي اتاخد خشبها يعمل اوضه نوم وسفره وصالون والمطبخ بالمره، غير الريحه، يعني الريحه ذات نفسها عظيمه جدا. بص خشب، طبعا دي ما حدش بيقطعها هنا، دي ثروه قوميه ما حدش يقطعها، حرام دي تتقطع. ملاعب التنس على فكره احنا في حي عادي، احنا مش في حي غني، يعني ده الطبيعي هنا. مفيش بقى حد هيقول لك ايه اديني كل سنه وانت طيب يا باشا، كل سنه وانت طيب مش عارف ايه، مفيش الكلام ده. بص مكان شاوي عادي جدا. من ضمن الحاجات هنا اللي بشوفها بفتكر افلام عربي، العربيات الفور باي فور. بص البيت ده عظيم، خفيف كده ومريح. نرجع للعربيات الفور باي فور. هل الفور باي فور يا جدع؟ بيت عظيم، شكله حلو جدا. بس البيوت هنا غاليه، في ولايات تانية ارخص. في الولايات التانية البيوت بتبقى ارخص بكتير، زي ولايه تكساس مثلا. في كتير قوي من الناس دلوقتي بيسيبوا سان فرانسيسكو ويروحوا دالاس تكساس. امازون حبايبنا ما نقدرش نتكلم. بص البيت ده، لان الواحد عايش في القاهره، فكره ان انت يكون عندك بيت دي فكره دايما بتكون مستبعده. فانت حتى ممكن يكون عندك شقه كبيره، يعني ساكن في شبرا مثلا، فالشقه في شبرا كبيره جدا، بس فكره ان انت يكون عندك بيت دي حاجه الواحد نفسه فيها. الحلو كمان في سان برونو ان انت ما بتشمش ريحه المخدرات خالص. الموضوع ده مش موجود تماما، يعني او مش تماما، يعني ما قليل جدا. لكن في سان فرانسيسكو انت شامم ريحه الويد ده، اعتقد ان هو زي الحشيش في كل حته، في كل حته تحس ان هو كلاب السكك بيشربوه. بص اللون ده، نقرب الكاميرا شويه، حلو جدا. مشكله برضو العرب اللي هنا او المصريين فكره ان عماد مأكد لي، احنا مبهدلين الدنيا بسبب ان عماد مأكد لي. دي من الحاجات اللي بتعبني في مصر. حاجتين او مع العرب، اول حاجه فكره ان عماد مأكد لي ان عماد ده عايش هنا عربيه 4x4 والبنات بتجري وراه وشلال فلوس بينزل عليه. عماد ما كانش بيتكلم على الضرايب، عماد ما كانش بيتكلم على غلو الحياه. تاني حاجه فيلم عنتر شايل سيف، ان فكره ان انت كشخص عربي او شخص مصري على يا استاذ عادل امام انا ما فيش مره ما بتحبنيش. ليه؟ ليه يا استاذ عادل امام؟ ليه ما فيش مره ما بتحبكش؟ ده سؤال منطقي. عادي ان في ستات ما بتحبكش، لكن انا ما فيش مره ما بتحبنيش. طب ده المشكله احنا واقعين فيها، ان انت كشخص عربي او كشخص مصري بتبقى فاكر ان انت تيجي هنا بقى البنات كلها، كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين. هو كل البنات حلوين بس كل البنات مش بتحبك. انت لازم تحط ده في بالك، يعني انت جاي هنا عشان تدرس، جاي عشان تشتغل، جاي عشان تعيش. حلو قوي ده، حلو جدا. انا بحب سان برونو جدا. بس البيت الصغنطوط ده هنا بقى، دي شقق. المبنى اللي هناك ده دي استاذه بتصرخ جوه، دي شقق بس برضو مساحتها حلوه من جوه. ولو خدت بالك هتلاقي ان في حاجه حلوه قوي في البيت ده او في العماره دي، برضو نفس الفكره، هي
دورين او 3 ادوار بالكتير قوي، هما دورين. السلم بتاعها من بره بالشقتين اللي قدام. ماشي في سان برونو لقيت البنايه دي للبيع، فده الرقم. الساعه وصلت 7، المنسف لسه عامل عمايله، حاسس ان انا في عالم تاني. بس وصلت سان فرانسيسكو. الجو هنا برد قوي مقارنه بالجو سان برونو. اليوم خلص للاسف. هنا المحلات بتقفل معظمها الساعه 5، وعشان كده انا ما بحبش قوي سان فرانسيسكو في الحته دي. مفيش حته القهوه بتاعتنا، احنا هنقعد على القهوه مع اصحابنا والكلام ده مش موجود. الساعه 5 بالكتير قوي 6 كل حاجه بتقفل. فخلاص انا هروح البيت وكده اليوم خلص. نروح البيت نقعد نذاكر شويه بس. ينصح الخبراء باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت